السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، تكون احوالكم طيبه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم انا فرحانه بكم ومعاكم. شكرا بزاف على الناس اللي دخلوا عندي جداد. شكرا البنات على تعاليقكم الزوينه اللي خليتوا ليا. الله يخطيكم والله يكبر بكم كيف ما كبرتوا بيا. شكرا ليكم ولسانة، وشكرا للمتتبعات القدام. الله يكبر بكم. شكرا 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 بزاف. شحال ما شكرتكم ما غنوفيكمش حقكم على الكلام الطيب اللي خليتوا لي والتشجيعات اللي شجعتوني. وكان طلب كبير على هاد الكيكه اللي ديت معايا انا وفاطمه الزهراء نهار اللي مشيت انا واختي سناء، وعلاش لا غنوجدها معاكم ان شاء الله. كيكه اللي ساهله وبسيطه وغتعجبكم ان شاء الله ملي غتجربوها. عندنا هنا في المقادير واحد 5 د البيضات. انا عندي البيض صغير، الا كان كبير ديروا 4، بغيتو اكبر من هكا ممكن تزيدوا. عندي كاس ديال ياغورت، وعندي كاس قل شويه تقريبا قل ربع ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، وكاس قل ربع ديال الحليب. هانتوما تشوفوا معايا حيت في التصوير الكيسان كاحزين هكا ما رديتش البال، ولكن غنقول لكم وغنخلي لكم المقادير مكتوبه مضبوطه في صندوق الوصف. عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو، معلقه كبيره ديال نيسكافي اولا القهوه سريعه الذوبان، وعندي 2 ديال الخماعات، و300 غرام ديال الدقيق، حتى 350 غرام على حسب الدقيق اللي عندكم. هنا كان كيسحاب ليا كنصور حتى لقيت داك المقطع ما كاينش، ما عرفتش كيفاش. المهم كنطربوا البيض مع السكر سنيده حتى كيذوب السكر صافي، وكنضيفوا الزيت وما كنطربش زعما شي تطرب اللي هو كبير، داكشي هكا خفيف وصافي. بغيتو تخلطوها حتى في الخلاط الكهربائي راه ماشي مشكل. انا بغيت نخلطها بيدي باش هكا تشوفوا معايا، وحتى اللي ما عندهاش باش تخلطها تجيها سهله. هاد القهوه سريعه الذوبان ممكن ديروها في شويه د الماء الا بغيتوها هكا، زعما بلا ما تعذبكم ويبقاو الحبيبات. بغيتو ديروا بحالي راه ماشي مشكل عادي. كنضيف المكونات حاجه بحاجه. البيض كنتبع ليه السكر، تنتبع ليه سنيده والحليب، ومن بعد كنبدا في النواشف اللي هما الدقيق والكاكاو والقهوه والخماعات صافي. وكنخلط هكا، والخليط خصو ما يكونش خفيف باش منين تدخلوها الفران ماشي حتى طلع لكم الكيكه ومنين تخرجوها تهبط، لا يكونوا المقادير متوازنين. وكيف قلت لكم انا غنخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف باش هكا اللي بغاتهم ان شاء الله تلقاهم مكتوبين وتحتفظ بهم وتجربها وتجي تخلي لي عاوتاني شي تعليق زوين بحالها. هادوك التشجيعات راهم اللي كيخليو الانسان يزيد القدام. شكرا ليكم وشكرا اللي قدا يكتب الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه كيف كنعرفوها صدقه باش كتدخلي الفرحه لواحد الانسان ولو بكلمه ما سهلاش. الله يفرحكم حتى نتوما دنيا واخره ان شاء الله. شكرا لكل وحده خدات من وقتها وخلات ليا تعليق. الله يخطيكم، وكانوا تعاليق الحمد لله اللي كلها زوينه. الله يزين ايامكم. كنبقى هكا مع الدقيق شويه بشويه، حيت كيف قلت لكم كل دقيق وكاين اللي كيشرب كاين اللي لا، يعني كتبقاو شويه بشويه حتى كتكملوا ديك الكميه كامله اللي عندكم. الدقيق من الافضل غابلوه باش هكا كتكون النتيجه احسن. هنايا درت دابا المكونات كاملين وبان ليا الخليط باقي خفيف. كيف ما شفتوا معايا كانت عندي زلافه ديال الدقيق، زلافه كتكون هازه واحد 250 غرام. غنزيد عليها، يعني انا هزت ليا 300 غرام، نتوما تقدر تهز لكم كثر، تقدر تهز لكم بحالي 300 غرام. هذيك اللي ديت داك النهار عند فاطمه الزهراء كانوا فيها البيض كثر، حيت انا عندي المول كبير كبير بزاف، ما بغيتش عاوتاني نعاودها كبيره. هكا هكا مهم مزيانه، ما كتجيش صغيره. نتوما شفتوا معايا في بدايه الفيديو تبارك الله، وما كتجيش عاوتاني كبيره بزاف بحال اللي ديت داك النهار، حيت كانوا الناس كتار وداكشي ما عرفتش شكون لقى. فاش كتكوني غادا عند شي حد كتبغي دير شي حاجه اللي تكفى، ماشي تدي شي حاجه اللي تحشمك. داكشي علاش دابا غير داري يعني كافيه انا وشايطه. داكشي علاش بغيتو نكتب لكم المقادير ديال 6 البيضات غنكتبهم لكم وباينين. 6 البيضات راه كنديروا انا هنا درت كاس اللعاب من كل حاجه، نتوما غديروا كاس
هانتوما شفتوا، أنا هاد المول راه عندي شي 8 سنين دابا، هانتوما تبارك الله راه كبير، داكشي علاش. أما المول العادي اللي كناخدوه ب13 درهم هذاك راه هاد القياس راه غيجيكم زوين. شوفوا هنايا كنت عيني على غالي جا حدايا وخايفة لا يطيح ليا التليفون وداك الشي باش درتها دغوينة، ولكن راه مسحتها وجات من الأفضل. المهم تعرفوا النيت واحد المعلومة وخا سبق ليا قلتها في القناة، ولكن كاينين معانا بنات جداد. فاش طلع ليكم هكا تقيسوا المول بالكيكة مسحوها، حيت راهي حتى هذاك سبب من الأسباب اللي ما كيخليش الكيكة طلع. فاش كيوصل ليها الخليط كيكون غادي طالع، ملي كيلقى هذيك القشره يبسات تما كيحبس. كنتمنى تكونوا فهمتوني، حيت المهم دائما لاطا ديالكم اولا الطاوله طيبوا فيها، مسحوا الا طاحت شي حاجه صافي، عاودوا دهنوا ديك البلايصه عيب بالزيت راه ماشي مشكل. هانتوما كتشوفوا الكيكه تبارك الله ما شاء الله ها كبيره، هانتوما كتشوفوا العلو ديالها كنحاول نصورها لكم من الجناب ومن الفوق باش تبان لكم قداش راها عاليه. شفتوا، يعني كيكه زوينه بزاف والحمد لله اللي كلاها كتعجبو. ما كتجيش ناشفه، كتجي المهم كيكه زوينه ماشي مسقيه. الا بغيتو تسقيوها بالحليب سقيوها ماشي مشكل. هكا منين تخرج سخونه ديروا ليها واحد شويه ديال الحليب بارد هكا تشربوا، وعاد ديروا هادشي اللي غنكمل انا الصراحه ما سقيتهاش. هنايا خلطت واحد 2 معالق كبار ديال الشكلاط اللي كندهنوا به الخبز او اي نوعيه عندك ماشي مشكل، غير تكون المذاق ديالها زوين وصافي. اللي ما عندهاش وبغات دير شوكولا اخرى ماشي مشكل، كتخلطوها بشويه د الحليب. فاهمين؟ شفتوا، انا بقيت كنخلط هنا حتى اندمج ليا الحليب مع الشكلاط. الحليب داتو سخون باش هكا يسهل عليا ان الشكلاط دغيا يذوب. شفتوا معايا صافي. وغادي نجيب هنايا عندي اللوز كونكاسي، خديت هاد الكميه راه محمر غير مع الإضاءة ديال التصوير داكشي باش ما كيبانش. محمر باش هكا كيجي في الماكلة ديالو زوين. صافي كنخلطو مع هاد الشكلاط اللي خلطت من قبل، وكنحاول هكا ندوزو على الكيكة كاملة من الفوق. هنا جاني الخليط ثقيل واحد شوية وغنزيد فيه الحليب باش هكا كيجينا ساهل باش ندوزوه، وباش كتبقى نيت. بغيتو ديرو اي نوعية د الشكلاط بغيتوه نتوما يجمد مثلا، غدوبوا الشكلاط وما تزيدوش فيه الحليب. ذوبوا الشكلاط كما كندوبوه في حمام مايم، وغتزيدوا فيه اللوز كونكاسي وغدهنوا به الكيكه ديالكم، ولكن راه غادي يجمد. هذا لا، هذا ما كيجمدش، كنكونوا مخلطينه بالحليب كيبقى بحال شي صلصه. كنتمنى نكون وضحت لكم ويكون الشرح واضح، واللي ما فهمت شي حاجه وكاين شي سؤال كنقرا التعاليق كاملين وكنجاوب عليهم كاملين، وان شاء الله باش هكا تقدر تنجح معاكم الوصفه وتجربوها باذن الله. هانتوما هنايا زدت شويه ديال الحليب باش هكا ولات كتمشي معايا دغيا وباش تكفاني النيت. صافي. هنا حاولت ندوز على الكيك كامل من الجناب من كلشي. وهنايا غنوريكم انا باش زينتها. هاد الملمع الغذائي واخا هو ملمع غذائي ما عرفتش انا واش صحي ولا لا الصراحه، ممكن ديروا واحد نص معلقه صغيره هكا فشي زليفه ولا شي حاجه عي صغيره باش ما ها نتوما شفتوا معايا. صافي وكنديروا شويه ديال زيت المائده العاديه اللي كنطيبوا بها، وكنحاولوا نخلطوهم هكا مع بعضياتهم حتى كيندمجوا، وكنبداو نرشوا فوق الكيك سوا بشي شيته هكا. واللي عكزات على غسيل الماعن بحالي في هذا البرد عندكم شي برد ولا والو، اللي عكزات ديها هكا بالمعلقه. انا شتيت غير بالمعلقه صافي. كديروا غير خطوط شفتوا عشوائيه وكيجي المنظر ديالها زوين. نحاولوا هادشي ما نديروهش دائما، ما عرفتش الصراحه واش يكون صحي ولا لا، تيقولوا ملمع غذائي، ولكن ما عرفتش الصراحه. المهم ما نكثروش من هادشي، بحال هكا مره ماشي مشكل. هنا هادشي اللي توفر عندي وهادشي اللي زينت به هاد الفرامبواز اللي تيكون على شكل بونبون.
صافي هانتوما شفتوا العروسه ديالنا واش دات اللي كان عليها طلب كبير. الحمد لله البنات كاع اللي شافوها عجباتهم وقالوا لي شاركيها معنا، وباقي ان شاء الله نشارك معكم الفيديو الجاي. الكوفرت هو كان عليه الطلب والبنات بغاوه ان شاء الله، باش هكا ما يجيش الفيديو طويل وتقدروا تفرجوا فيهم بجوج. غنخلي كل وصفه في فيديو خاص بها، وان شاء الله هكا نستافدوا كاملين. الا شفتوا الفيديو عجبكم ما تنساونيش من لايكاتكم، الله يجازيكم بخير، والتفاعل ديالكم. اللي شافت الفيديو تخلي كومونتير ولو غير نقيطه هكا باش تشجعوني ان شاء الله ونزيد نصور. احبكم في الله. هانتوما الكيك من الداخل لا قطعت معاكم مهوي كيهضر على راسو. غنخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.